يا مساء الجمال، مساء الفل عليكم. الفطار النهارده ده كان فطاري في 3 ايام القمريه اللي كنت صايمهم الايام اللي فاتت دي، فكان ده كان يوم منهم. صورته على اساس احطه ستوري، وبعد كده ما اعرفش ايه اللي خلاني كده طاق في دماغي ان انا عايزه اعمله فيديو، يعني مش ستوري. تمام. فاول حاجه كده عملتها ان انا كنت غسلت الكبده وما صورتش طبعا، وعملت لها الثوم وكمون توم وكمون وملح وخل وليمون وقرن فلفل حامي، دقيتهم مع بعض وحطيت قلبت الكبده بعد ما غسلتها. وهنا كده بخلص الخضار اللي هحطه عليها. ف بصل وفلفل وهقلبهم بقى على البوتاجاز يعني في زيت. المهم ان انتي لو اول مره تشوفي قناه متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلوه كده وتشجيع منك باللايك عشان ترفعي لي الفيديو. خلاص. فهنا كنت بقطع بقى الفلفل كمان اللي هو الرومي. معلش انا اسفه برضه التصوير الطولي ده عشان خاطر الستوري. فهنا حطيت الزيت، اقلب بقى اقلب البصل والفلفل مع بعض على البوتاجاز. وهنا كنت بسلق مكرونه، دي مكرونه سباكيتي اللي هي الملكه. خلاص انا مش بحب اغيرها بصراحه، يعني جربت احوى ما عجبتنيش. فبدل ما اجيب حاجه مثلا ارخص شويه وتتعجن مني زي المكرونه السايبه، لا خليني في الحاجه اللي هي الحلوه، حتى لو هعمل كميه اقل بس تبقى الاكل طعمه حلو وشكله كويس. كل حبايه مكرونه كده بطولها يعني لوحديها. فهنا بعمل التقليه بتاع المكرونه بتوم، احط شويه زيت ومكعب زبده وشويه توم، وانزل بقى بالكبده على البصله. خلاص كده. هنا دي الكبده بقى اللي انا كنت عاملاها يعني. فهقلبهم مع بعض واسيبهم بقى يستووا واشوف المكرونه بتاعتي. انا يا دوبك فردتها في الصينيه كده وعليت النار عليها طبعا عشان ما تبقاش بتشد منك عامله زي الكاوتش، يعني ما تحطلهاش ميه، ما تحطلهاش اي حاجه، بتستوي كده منها لنفسها. وهنا التومه خلاص كان بتتحمر، احط عليها الصلصه بتاعتي واحط التوابل بتاعتي وخلاص على كده يعني. الاكل ما كانش صعب. أه بس بتشجع لما بصور، يعني لما بصور معاكم كده بتشجع، يعني ببقى كسلانه اساسا اعمل حاجه. فلما بصور ببقى متشجعه. الكبده احط لها فلفل وملح، فلفل اسمر وملح، واحط لها شويه توم من الخلطه اللي انا كنت عاملاه من شويه يعني. ده في الاخر خالص لما جت في البوتاجاز. ده كده حطيت لها الحقيق بتاعها. بحب الفلفل الاسمر جدا في الاكل، وعكسه بقى ما بحبش الكمون نهائي. يعني الكمون ده لحاجات معينه. في حد زيي ولا لا؟ يعني في حد منكم زيي؟ دي الخلطه اللي انا كنت بقلب بيها الكبده في الاول، كنت راكنه جزء كده قد معلقتين احطهم في الاخر بالخل بتاعهم. المهم ان في حد بقى زيي بيحب الفلفل وما بيحبش الكمون، لان انا في الكمون مش قوي. واعمل كمان بقى هعمل عصير فراوله. فقلت امسك الفراوله كده اشيل العنق بتاعها ده، وبعد كده اغسلها كويس جدا عشان التراب بتبقى في رمله، وبعد كده اعملها عصير يعني عشان افطر منه. وهنا الصلصه بتاعتي احط لها فلفل اسمر واحط لها ملح، ومش هحط لها حاجه تاني عشان كنت حباها كده بالطعم اللي هو كان جدتي بتعمله ده بتاع زمان، اللي هو التوابل ما كانش فيه توابل، هو ملح وفلفل اسمر وخلص الموضوع على كده. ما تنسيش لاول مره تشوفي القناه تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. أه... تشجعيني كده بلايك جميل. ما تنسوش على طول صلوا على النبي كتير يا جماعه وانتوا بتعملوا الحاجه عشان ربنا يحط بركته في الاكل. خلاص. واذكروا ربنا كتير. هنقلب السكر بالفراوله شويه، يعني عاملاه من بدري قلبتهم علشان خاطر الفراوله تضطر لما احط لها لما اجي اضربها، وعشان تنزل الميه بتاعتها فيبقى شكلها حلو زي اللي هو العصير بتاع زمان والحاجه بتاع زمان. هنا كده ادي كوبايه العصير. ايه ده، انا صبيتها مرتين؟ لا هي تقريبا اللقطه اتعادت. فده شكل الفطار، وربنا يعيننا كده على الصيام.